واحدة من أبرز النجمات على الساحة الفنية في الوقت الحالي، وقدرت في السنوات الأخيرة إنها تجسد كتير من الشخصيات المختلفة ببراعة جديدة. الفنانة المتميزة وفاء عامر اتولدت في 25 مايو سنة 1968 في اسكندرية. اسمها بالكامل وفاء أحمد عبد الغفار عامر، وهي أخت الفنانة أيتن عامر. اتخرجت من كلية الآداب جامعة بيروت العربية، والتحقت بعد التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأجرت غرفة صغيرة قريبة من المعهد العالي للفنون المسرحية أثناء دراستها علشان تقيم فيها، وده لأن أسرتها كانت مازالت بتعيش في الإسكندرية. وشاركت أثناء دراستها بالتمثيل في مسرح الجامعة. والفنانة وفاء عامر قدمت أكتر من 150 عمل فني متنوع ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وبدأت مشوارها الفني في أواخر الثمانينات من خلال أدوار صغيرة في الدراما التلفزيونية، واتألقت في فترة التسعينات في أفلام زي لعبة الانتقام، وأحوال شخصية، وديسكو ديسكو، ويا تحب يا تقب، وكشف المستور، وهنحب ونقب، وامرأة وخمسة رجال، وبيتزا بيتزا، وأرض أرض، وغيرها من الأفلام الناجحة. والفنانة وفاء عامر اتعرضت لصدمة كبيرة بعد وفاة أختها الكبيرة. والفنانة وفاء عامر اتجوزت من المنتج محمد فوزي في 2001، وأنجبت منه ابنها الوحيد عمر. وفي سنة 2007 كانت نقطة التحول في مسيرتها الفنية، وده لما قدمت دور نحمده في فيلم حين ميسرة، ودور الملكة نظلي في مسلسل الملك فاروق، وقدمت دور البطولة المطلقة لأول مرة ليها في السينما من خلال فيلم كف القمر اللي اتعرض سنة 2011. وفي سنة 2012 قدمت مسلسل كاريوكا. والفنانة تركت بصمة بأدوارها الرائعة اللي قدمتها في مسلسلات زي فارس بلا جواد، وملح الأرض، والملك فاروق، وناصر، والدالي الجزء التاني والتالت، وابن الأرندلي، وجبل الحلال، والطوفان، ونسر الصعيد، وحكايتي، وراجعين يا هوا، وجزيرة غمام. وصرحت الفنانة وفاء عامر عن شائعة إن أيتن عامر بنتها ومش أختها، وقالت إنها كانت بتتمنى إنها تكون أمها، ده لأن أيتن شخصية خلوقة وجميلة، لكنها في الحقيقة أختها، وإنها مش بتهتم بالكلام اللي بيتقال. وقالت إنها كانت رافضة إن أختها أيتن تخش مجال الفن لأنها كانت خايفة عليها من الشائعات والظلم والمشاكل اللي تعرضت ليها خلال مشوارها الفني.